السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واحنا بنتابع النخيل لينا في محافظة المنوفية، حبيت اوريكم حاجتين اتنين. اول حاجة النخيل اللي احنا زارعينه اللي ورانا ده، بسم الله ما شاء الله، النموات الخضرية بتاعته كويسة جدا، بدأ يبشر معانا، مطلع جنبه فسايل. طب يا هندسة، النخل ده مزروع بقاله قد ايه؟ النخل ده مزروع في قلب الارض بقاله سنة وكام شهر. طيب نحصل على النموات الخضرية دي ازاي، او نخلي النخلة بتاعتنا بشكل كويس ازاي؟ اول حاجة انك تتبع برنامج ري منتظم. تاني حاجة التسميد، وإنك تدي للنخلة بتاعتك كل الاحتياجات الغذائية اللي هي محتاجاها. تالت حاجة المكافحة، كده أضمن لك إن أنت يبقى عندك نخل كويس وبصحة كويسة وبشر معاك في أسرع وقت. الحاجة التانية بقى اللي أنا عايز أوريها لكم، واللي أنا دايما كنت بحذركم منها، إنك تشتري نخل من مكان مش مضمون أو معروف. تخيل النخل اللي ورايا ده كله مزروع بقاله دلوقتي 7 سنين في قلب الأرض. كل النخل اللي كمية ده ما لا يقل عن 20 نخلة، مزروع ورايا، مزروع بقاله 7 سنين. ولا نخلة من النخل ده بشر، ولا نخلة من النخل ده نعرف نوعها ايه. ليه؟ عشان الحاج اللي هنا راح جاب النخل ده من مكان مش مضمون. فدلوقتي النخل مزروع بقاله 7 سنين، ولا نخلة بشرت. قعد يستناها السنة التالتة والرابعة والخامسة والستة، زي ما هما ما كانوا قالوا له بعد سنتين هتبشر. وتلات ارباع النخل ما بشرش، نخلة واحدة اللي بشرت طلعت ذكر معاه. يعني النخل اللي ورايا ده كله مجاهل. عشان كده دايما بقول لك ما تشتريش من مكان مش مضمون، اعرف الحاجة اللي انت واخدها واضمن حقك. وما تفرحش بالجنيه القليل، اضمن حاجتك وادفع جنيه زيادة، بس تبقى ضامن النخل اللي انت واخده. عشان ما تجيش بعد 7 سنين وتتحط في الموقف ده. طبعا النخل اللي ورايا ده كله دلوقتي حاوي سوسة، مبهدل الدنيا هنا، مبهدل الارض هنا والارض اللي حواليها اللي زرع نخل. فاحنا دلوقتي بدأنا نعدم في كل نخلة يجي لها السوسة، عشان ما نضرش النخل بتاعنا وما نضرش النخل بتاع الناس اللي حوالينا. بس كده. فحبيت اقول لكم برضو في الاخر، ما تخليش حد يضحك عليك، وازرع من مكان مضمون. وما تمشيش ورا كلام اللي يقول لك النخله البرحي ب1000 و2003. مفيش الكلام ده في النخل البرحي دلوقتي. وازرع من مكان مضمون، وازرع من مشاتل الحياه. واستنونا في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.